متابعينا الأعزاء، السلام عليكم. سنتناول في هذا الفيديو التشكيلة التي توقعها المتتبعون والمحللون الرياضيون، التي سيدخل بها محاربو الصحراء مباراتهم الهامة ضمن تصفيات كأس العالم أمام المنتخب الغيني يوم الخميس 6 جوار في ملعب نيلسون مانديلا. وأغلب التوقعات تشير أن الناخب الوطني سيعتمد على خطة 4-3-3، أي 4 في الدفاع، 3 في الوسط، وثلاثي هجومي. نبدأ من حراسة المرمى. سيعتمد بيتكوفيتش على الحارس أنطوني ماندريا. رباعي الدفاع سيتشكل من يوسف عطال ظهير أيمن، ريان أيت نوري ظهير أيسر. وسط الدفاع من صاحب الخبرة عيسى مندي، ومدافع الترجي التونسي محمد أمين توغاي نظرا لخبرتهم الإفريقية. في وسط الميدان سيتشكل من العائد بقوة مع الميلان إسماعيل بن ناصر، ولاعبي ليل الفرنسي نبيل بن طالب، وياسين بن زياد في مهمة صناعة اللعب. أما الثلاثي الهجومي فسيعتمد بيتكوفيتش على القائد ياسين إبراهيمي على الرواق الأيمن، محمد أمين عمور على الرواق الأيسر، وكقلب هجوم سيدخل بيتكوفيتش بالسفاح بغداد بونجاح. وهي خطة يراها أغلبية المتتبعون ناجحة لكسر القوة الدفاعية لمنتخب غينيا، والذي يلعب في أغلب مبارياته بثلاثي دفاعي متأخر نوعا ما، ومن نقاط ضعفه البطء في إخراج الكرة، وهي النقطة التي سيركز عليها بيتكوفيتش. فما رأيكم في هذه الخطة، خاصة وأنها أول مباراة رسمية لبيتكوفيتش على رأس محاربي الصحراء؟ شكرا لكم على متابعة قناتنا، إلى اللقاء.